تعرف الكابوسي. اوكي يلا يعني نبدأ الجيم. تعرف اللي يعتبر من أحد كوابيس عمر ولكن تتحداه حاجة مش مستاهل. توي مطلع الشوط الأول من المباراة يا أخي. حلو معايا السعودية. دقيقة وش شفتوها؟ صدقت السعودية متى يلعب؟ هو يقولون بيلعب رمضان صح؟ الحين أخي الحين عندي مباراة الأهلي والسد في كأس آسيا قاعد أتفرجها الحين. قطع شكل صوت. لا بروح مو ثانية ولا بروح جيم ثاني غير عن هذا. اوكي يلا كله طبعا بالجيم يعني. اذا طلعوني اني اقول الاستاذ او اصرف تصريفه ثانية غير التصريف اللي هي صدقت مرة خالفة، ولكن بحاول اني صراحة ادخل ما صراحة عادي انسان شغوف. هي كيف شعورك أو شعورك مع الصيام بشهر رمضان الكريم؟ هل الشعور توصفين إنه جميل ولا توصفين إنه تعب؟ أو اكتبوا بالتعليقات هل إنه كم أعماركم وأنتم تصومون الآن؟ نشوف مين اللي صايم مين فاطر. أوكي أتوقع الأغلب صايم يعني ما فيها كلام، أغلب صايم. إذا تحبون رمضان والله من أكثر الأشياء اللي أنا أحبها بحياتي. تخيل شهر رمضان هو أكثر الشهور اللي أنا عشقتها بحياتي. الثاني العيد يعني تخيل كذا عيد فلة مرة يعني بس كذا العيد شهر أسطوري زي ما يقولون. الله الله مين اللي فاطر مين صايم بالله بدون كذا؟ مين هنا في أحد فاطر؟ مين فاطر؟ سوي طلع اصبعك. فاطر ليش ليه؟ اوكي زعلان. ايش هذا؟ اوكي علة التليجرام يا شيخ لا تسبون مشكلة. إذا حال انتم تشوفوني انتم بشهر رمضان وانا بشهر شعبان اصور بشعبان يعني إذا في شطحات من التعليقات نسيت أشفرها لا تقروها يعني. المهم خلاص في رمضان يا في المونتاج بشغل لكم لحن رمضان والله لازعجكم بي. أشفر على صوتي كمان أشغل رمضان والله يطلع كذا فخامة. الشهر الكريم نشوف مين صايم ولا نشوف مين اللي صوم مين اللي ما يصوم. والله كذا يا رمضان مع التراويح خاصة أنا الحين بروح مشي المسجد لصلاة التراويح. أروح أصلي التراويح فطار صائم كل يوم تعب. أجل حرفيا من عام 2021 وأنا أشتغل في فطار صائم وأكون وقتها إيش صايم ما شاء الله يعني. طبعا يعني تخيل أرجع قبل الأذان ب5 دقايق. أنا أكيد ملتزم من نفس السنة اللي فاتت ما شاء الله إن أنا كل سنة لازم أتعب عشان أصلا أكيد في تعب، ولكن عشان أتعب كمان أنا أوزع فطار صائم 5 ساعات يعني أنا غير عن كل شخص. يعني إفطار صايم 5 ساعات قبل الأذان 5 ساعات يعني اللي يشوفه تشوفونه شيء عادي عشان أنتم ما جربتوه. والله إنه من أصعب الأشياء اللي جربتها في حياتي من عام 2021 إفطار صايم. مرة 6 ساعات مرة ياخذوني بدري فهنا. والله الصراحة في بعض الأيام توصل الأيام ساعات كثيرة يعني الصراحة أتعب أكثر من اللي أتعب بالأيام. بعض الأيام مثلا يمكن 5 أيام أخذ راحة يعني مو زي أنتم مثلا زي البنات عادي عندهم. بس البنات برضه يعني يشتغلون رمضان، اما العيال مو على بالك قاعدين ونايمين. بعض العيال يروحون يشوفوا فطار صايم وكذا يعني العيال ترى يتعبون اكثر في شهر رمضان. اي والله والله ان ب 2024 في شهر رمضان انا هلكت غير هذه السنه ابدا. انا انهلكت. مشكلة اني انا اصور بشعبان فاني قادر ادخل اجواء مزبوط يعني. الشهر هذا شهر رمضان من الشهور اللي انا اعشقها حرفيا عشق مش طبيعي مو زي اللي تتوقعون. لا تسرع لي لا الحين أصب. أيوة لا تسرع يا أبوي 2 إكس يا ولدي عيال صار هذا ينقص بأجزاء من الثانية اللي مو ثواني يعني. دحين الوقت بنتي دحين شوية أسرع لك 16 في الدقيقة. دحين شوف بسرع يسرع والله صاحب الماب كلب يسرع
ليش؟ هي عشان كذا يعني شهر والله أنا ما أعرف كيف أقدر أستحمل. مرة من الأيام، مش مرة من الأيام، كل الأيام أنا لما يجي رمضان أروح صيف صايم كل يوم، كل مرة. بعدها وش اللي يصير فيا؟ المهم إحنا ماشيين بالسيارة تقريبا باقي مهم دقيقة ايش أقول؟ مهم باقي خلاص دقيقتين على الأذان، ونحن لسه قاعدين نوزع فطار صايم. يعني كمية يعني وبس نحن لسه قاعدين نوزع فطار صايم الصراحة. وأول ما أذن هم شفناه فطروا وخلصوا، إحنا مبسوطين، هناك في نفس الوقت جيعانين جوع لا يعلم فيه إلا الله. يا والله إذا أحد قالوا أو بنت قالت رمضان تعب نحن نطبخ، لا تنسوا العيال كيف في الفطار الصايم يتعبون. الفكرة مو يعني زي حتى العيال بعض الأحيان اللي ما يسوون فطار صايم ينامون، هذا ما أعرف اسمه صيام. بعض الأحيان أتوقع صيامك ما يقبل، نايم طول الوقت. كيف سلامات يا أبوي نايم طول الوقت؟ هذا ما بصيام، هذا نايم طول الوقت. صمت الحمد لله، صمت ايش 14 ساعة في المخدات؟ لا يا أبوي ما يصير تنام، لازم تقوم تساعد رمضان العبادة، مو بالنوم طول الوقت نايم. لا تصلي لا حاجة، على الأقل لو قمت صليت. ليش تقعد نايم يا أخي؟ ليه تقعد نايم؟ حتى لو تصلي تقوم، حتى لو تأدي الفريضات، حتى لو إيش تسوي، لا تقعد تنام يا ابني في رمضان. في رمضان زي ما الحين أصور الحلقة وأنا إنسان زي إنسان أنا أصور هذه الحلقة يعني صراحة في رمضان لا يعني ما أتوقع توصل. يعني اللي ينام طول الوقت هذا مو إنسان. أنا أصوم كذا أنا أصوم يا ولد والله ما أحد طول الوقت نايمة كذا، طول الوقت نايمة كذا. طب الحين كيف يا ما تتعب بالإفطار الصائم؟ أنا أقول قصص عن رمضان منها حلقة، يعني المفروض دي سلسلة تسمى قصص رمضان. يعني تخيل والله الإفطار الصائم تتعب أكثر مما تتوقع، لكن نحن نبغى الأجر مع هذا الصيام. نبغى الأجر الناس، كل واحد ياكل لقمة، كل واحد يجينا نبغى أجر، نبي أجره، ما نبي حاجة ثانية. نحن نخدم عادي ما عندنا مشكلة. اللي يقولون نخدم أي أحد عادي، بنقالة نخدمهم عادي، نحط الفطور في النتع. مسافة تقدر تقريبا حاسبينها، إذا نقول ما خاب ظني 15 متر أو أكثر، أو طول مثلا نقول 15 13 متر. المسجد مكبر زيادة، يعني ما أتوقع أن الأمجار اللي في بالي واللي يقولها لكم الآن. تخيل كمية التعب والإرهاق اللي كانت تجيني، كنت أقول لا عادي خليني أستمر. يعني أنا حرفيا مع كمية التعب والإرهاق اللي كانت تجيني كنت أقول في نفسي أنا ليش أسوي هذا كله؟ حرفيا كنت يعني مصدوم نفسي، أنا أسوي هذا الشيء. بس قلت أوكي خلاص. تخيلوا رجعنا والأذان صار له تقريبا 13 دقيقة و11 دقيقة. تخيل نقعد كمان نشرف دقائق، أنا من الجوع أروح. تخيل هذا الوقت ما شاء الله كله في الخدمة، إذا مو شيء ثاني. ولكن أنا مصدوم صراحة. يعني لما أذن فرق 13 دقيقة أرجع بس أروح وأجيب أكل من هناك الإفطار الصايم معايا، ناكل في البيت. عارفين بعض الأحيان يعني تقريبا كذا والله نتعب. البيت يبيع 18 دقيقة، أتوقع بيصير هذا السيناريو. تخيل في مدينة ثانية نسوي الإفطار. يعني لما نقول يبعد دقائق هذا ولسه نحن قاعدين نشتغل، لسه ما طلعنا من المسجد. فوالله يعني أنا أشوف مثل هذه الأشياء يعني إنسان شوف والله أجواء رمضان كذا لها جو كذا سبحان الله، لها نفس على ما يقولون كذا، تحس فيها كذا لذة غير طبيعية ما تحسها بأي شهر ولا بأي يوم غير رمضان.
هذا الحاجة أنا لين الحين ماني قادرة أستوعبها. تبوني أقول لكم أنا كم حلقة أسويها باليوم؟ تدرون ما طبعا. إيه فيه. تخيل لو واحد يقول لك والله أنا أصور مثلا زي أي شخص ثاني في رمضان بعد نرجع من المدرسة يصور الحلقة الواحدة برمضان، أنتم متخيلين؟ هذا مو بإنسان. ليش تصورها برمضان؟ ليش؟ يا عمر أنت كيف؟ هذا تنزل الحلقات. أنا أصور مثلا في رجب أقعد أصور، وبشعبان أقعد أصور، لأن يعني هي في المونتاج تتقطع زي المشاهد، في المونتاج تتقطع وتتصمم عليها وتتحط عليها أشياء وتتغير الأجواء، الفلاتر، الصوت يتغير، سرعة المقطع مثلا المقطع يكون 30 دقيقة أخليه 18 دقيقة. في أشياء كثير في المونتاج ما حد يعرفها لسه. كل مقطع تنقص منه وقص وفي لقطات مثلا أفقد نفسي على السيطرة، وفي أشياء ثانية. فعشان كذا أنا لسه يعني في لقطات على ما أنا أقول. فيعني والله ثم والله تعب صراحة يعني 40 والله يا أخي خلاص. إذا ما اشتهى بطفي التصوير خلاص. أوكي يعني تخيل كذا تصحى تلقى نفسك بأول يوم رمضان. يعني أترك كذا كوني أجوه الليل الصراحة. أنا يعني كانت الحلقة. السلامة.